ويلا بينا على فلوج 2. ورحنا مكان اسمه كريت. طبعا الصبح اول ما صحينا من النوم لاني كان نفسي ادوق الهوت شوكليت الخاص بيهم بالويبنج كريم والمخبوزات بتاعتهم. طبعا كنت عايزه كرواسون بس للاسف ما لقيتش كرواسون. طريقه تقديمهم حاجه سريعه. ونيجي بقى للفقره المهمه اللي هي تقديم الهوت شوكليت. ده الفقره اللي انا كنت مستنيها جدا. انا تجربتي مع الهوت شوكليت كانت رهيبه بجد، بس المشكله ان كان سكر كتير قوي. بس طلع في فرق ما بين الويبنج كريم وما بين الكريمه الخفق. يعني عرفت ده بعد طبعا ما طلبنا وخلصنا، فقلنا لهم ان الحاجه سكرها زياده، فقالوا لنا الفرق. يعني لو مش حابين سكر زياده ممكن تنبهوا لي من الاول. بس الهوت شوكليت نفسه طعمه يجنن. عندكم البراد بقى تزودوا هوت شوكليت تاني زي ما انا عملت كده. وبعدين رحنا على برج ايفل عشان نتصور لكم في الاوتفيت بتاعي. وبعدين رحنا عند متحف اللوفر. ده المدخل بتاعه، متحف اللوفر اللي فيه نص اثارنا المصريه القديمه. ايه رايكم؟ طبعا احنا ما دخلناش جوه، احنا كنا التصوير كله من بره. وده شكل المبنى من الداخل بتاع المتحف اللوفر من جوه. بجد انا بقى مغرمه من الرسومات اللي بتبقى على المباني جدا. بحب الحاجات الكلاسيك. خلصنا ورحنا مكان كده في وسط الشوارع بيعمل وافل وبيعمل كرواسون على شكل برج ايفل. فبصراحه كانت تجربه جميله قوي وكان شكله حلو طعمه احلى. يلا بينا نروح على قوس النصر اللي مليان زخرفه ورسومات واحنا ما كناش عارفين ده معناه ايه، واسماء جنرال وعساكر شاركوا في الحرب العالميه الاولى. تعالوا بينا نقرب شويه ونروح نشوف الحاجات دي بالتفاصيل الدقيقه. وده جندي من الجنود المجهولة الهوية اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى، فبيحطوا قدامه شعلة لأنه بيمثل الجنود اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى، لذلك بيولعوا الشعلة لحد دلوقتي تمجيدا ليه. دي أسماء كل العساكر اللي شاركت في الحرب العالمية الأولى، جنرالات وعساكر. قررنا ان احنا نروح شارع من الشوارع بحيث ان احنا نتصور صورة واضحة، يكون برج ايفل واضح امامنا. افينيو دي كوموانس دي اسم الشارع. تبقى دي نتيجة التصوير. احتفلت بعيد ميلادي قدام برج ايفل بالليل. وبكده نكون خلصنا اليوم ونكون مروحين. استنوا اخر فلوج في فرنسا. باخر يوم هزور مكان مستحيل اكون في فرنسا وما زورهوش. تفتكروا هو المكان